خليني أعرفك بنفسي الأول. أنا كسب المال من الإنترنت. أيوة، أنا اللي بتدور عليا، واللي ناس كتير بتتفرج عليا في فيديوهات، وقليل قوي اللي بيوصل لي بجد. خليني أسألك سؤال بسيط. ليه أنا بروح لناس كل شهر بالدولار، وناس تانية بتفضل سنين تتفرج عليا من بعيد؟ ليه واحد قاعد في بيته بموبايل أو لابتوب وبيصحى يلاقيني داخل حسابه، وواحد تاني بيشتغل 10 ساعات يومياً وبرضه حاسس إني بعيد عنه؟ الفرق مش حظ ولا شهادة ولا واسطة. الفرق إن في ناس فهمتني وناس لأ. أنا مش وهم ومش إعلان بيقولك اكسب $1000 في أسبوع. أنا حقيقي، بس ما بظهرش غير للي يعرف يوصل لي صح. الفيديو ده أنا اللي طالبه منك. لو لسه مبتدئ، أو جربت قبل كده وفشلت، أو تايه ومش عارف تبدأ منين، أنا هتكلم بنفسي وأقولك تجيلي إزاي، وتقرب لي منين، وتبعد عن إيه. كمل للآخر، يمكن أكون أنا سبب تغيير حياتك. حقيقة مهمة قبل أن نبدأ، برضو على لساني. خليني أكون صريح معاك. أنا ما باجيش من غير تعب، وما باجيش وإنت نايم، وما باجيش للي مستني ضربة حظ. أي حد يقولك غير كده بيضحك عليك، مش بيوصلك ليا. بس في معادلة بسيطة: تعب ذكي زائد اختيار صح زائد صبر يساوي أنا كسب المال. لو مش مستعد للتلاتة دول، يبقى ما تستغربش لما تشوفني مع غيرك. 1. العمل الحر أو فريلانسينج، أول وأقوى طريق بيوصلك ليا. خليني أقولك سر: أكتر طريق ناس بتوصل لي منه هو العمل الحر، بس أغلب اللي دخلوا الطريق ده دخلوا غلط. ناس داخلة تقول أنا مصمم، أنا كاتب، أنا مترجم، وأنا واقف محتار أروح لمين. أنا بحب اللي يكلمني بوضوح، اللي يقول لي أنا بحل مشكلة محددة لناس محددة. مثال يوضح لك الصورة: واحد يقول لي أنا كاتب محتوى، وواحد تاني يقول لي أنا بكتب سكريبتات فيديو لليوتيوب. مين أقرب لي؟ التاني، لأنه فاهم هو بيعمل إيه والمين. تحب توصلي عن طريق الفريلانس؟ اعمل كده. 1. اختار مهارة واحدة بس، اتعلم أساسياتها من يوتيوب. اعمل 3 إلى 5 نماذج شغل حتى لو وهمية. عرف الناس انت بتقدم ايه بالظبط. قدم على شغل كل يوم. أول شغلانة صعبة، بس أول ما تمسكها أنا هبدأ أقرب منك. 2. الكتابة وصناعة المحتوى بالذكاء الاصطناعي، طريق جديد ناس قليلة فهماني فيه. ناس كتير فاكرة إن الذكاء الاصطناعي هيبعد عني. الحقيقة هو قرب ناس كتير ليا. دلوقتي في شركات عايزة محتوى بسرعة وبجودة ومن غير تعقيد، بس مش فاهمين الأدوات. دورك أنت إنك تبقى الوسيط الذكي، تاخد المحتوى من AI، ترتبه، تبسطه، وتخليه إنساني. أنواع محتوى بطلبها كتير: سكريبتات فيديو، بوستات سوشيال ميديا، وصف منتجات، مقالات بسيطة. لو عرفت تستخدم الأدوات صح، أنا هبقى قريب منك جداً. 3. إعادة بيع الخدمات، شغل ناس بتكسب فيه هدوء. خليني أقول لك حاجة: مش لازم تنفذ الخدمة بإيدك عشان توصل لي، ممكن تديرها. مثال واقعي: عميل عايز مونتاج فيديو ب$100، أنت تتفق مع مونتير شاطر ب$60، تسلم الشغل وتاخد الفرق. أنت هنا مش نصاب ولا بتغش، أنت منظم. أنا بحب الناس المنظمة. المنتجات الرقمية، تشتغل مرة وتكسب كتير. أنا بحب الشغل الذكي. منتج رقمي بسيط: ملف، جدول، تمبلت، PDF، يتعمل مرة ويتباع مئات المرات. ناس عملت ملفات تنظيم مصاريف وباعت منها آلاف النسخ. ليه؟ لأنهم حلوا مشكلة، وأنا بحب الحلول. إدارة حسابات سوشيال ميديا، طريق هادي بس ثابت. في بزنسات كتير مش فاضية ومش فاهمة سوشيال، عايزين حد ينظم وينشر ويرد. مش عايزين مشهور، عايزين ملتزم. لو أنت ملتزم، أنا هفضل ثابت عندك. الربح من الفيديوهات بدون ما تظهر بوشك، من أقرب الطرق لي حالياً. لو بتتكسف، لو مش حابب تظهر، مفيش مشكلة. في قنوات كاملة أصحابها عمرهم ما ظهروا. أنواع محتوى بيوصلني
معلومات، قصص، تلخيصات، حقائق. تعمل سكريبت، تحط صور أو فيديوهات، صوتك أو صوت AI، تنشر. مع الاستمرار أنا هاجي. تسويق بالعمولة، طريق صبور بس كريم. أنا ما بروحش للي بيزق لينكات، أنا بروح للي يساعد الناس ويحل مشكلة ويكون صادق. تعمل محتوى، تشرح، وبعدين ترشح المنتج. الثقة تجبني. نصائح أخيرة مني ليك: اختار طريق واحد، ما تستعجلش، كمل حتى لو تعبت. أنا بحب اللي بيكمل. الخاتمة: دلوقتي بعد ما سمعتني، الكورة في ملعبك. إما تفضل تتفرج عليا من بعيد أو تبدأ تتحرك. لو ناوي توصل لي بجد، اكتب في الكومنت الطريقة اللي شدتك، يمكن أكون أقرب ليك مما تتخيل. كسب المال.